انا بقول بقى لو في لائحه اتعملت وهتطبق من الماتش ده، يبقى اللائحه تشتغل على التخين في الفريق، عشان احنا مش هنقبل نشوف الكلام ده تاني والفرقه اللي بالشكل ده. قلت اللائحه هتطبق على الفرق القويه في حاله الاخفاق او الخساره او التعادل، والفرق الضعيفه كذلك الامر. طب انا مش عارف اصنف انبي اي فريق من دول، بس انا بقول لازم عقوبات ولازم فوقان، عشان احنا خلاص كده زهقتونا من الكوره. لعيبه الاهلي الشوط الثاني فعلا مش عارفه تعمل هجمه منظمه، مش عارفه تباصي باص مظبوط، مش عارفه تكسب انبي. يعني هنقول لكم مش عارفين تكسبوا مين تاني يا جماعه؟ تريزيجيه برضه لما جاب الجون حسسنا اللي هو يعني واخد البالون دور. يا عم تريزيجيه ده انت بقالك كام ماتش مزهقنا، لما جبت جون دي وتعمل لنا كده طب ايه يا عم تريزيجيه استفدنا ايه؟ واخد لي مان اوف ذا ماتش معرفش ليه واخدها. وبرضك الشناوي حط ضربه الجزاء منحوسين فيها، جت في ايده قامت جايه في العارضه ودخلت. ومعرفش محمد الغازي ده حكم فعلا ولا جاي منين. انا مش عايز اخش في موضوع التحكيم كتير، بس انتوا متاكدين ان محمد الغازي ده حكم كوره؟ نفس الكلام اللي اتحسب علينا ضربه جزاء في اخر الماتش لتريزيجيه ولا حسبها، كوره فاول من على خط ال 18 لامام عاشور ولا حسبها. بس انا بقول ان بالماتش